السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض النهاردة أكلة حلوة وشتوية ومليانة فيتامينات. هنعمل مع بعض النهاردة القرنبيط. هيكون مقلي ومقرمش وأحسن من كل مرة عملناها قبل كده، بس هيبقى فيه كذا مكون جداد علينا هنعملهم مع بعض هيخلولي القرنبيط أحلى وأطعم من كل مرة. اول حاجه هنجيب معانا طبعا على عدد بقى افراد الاسره، يعني ممكن واحده زي كده تكفيكم تمام، لو ممكن نكتر مفيش مشكله. جبنا واحده صغيره اهي، يعني تاخد مثلا 4 أو 5 افراد، يبقى حلو قوي بالنسبه لهم. قطعناها بالشكل اللي احنا شايفينه ده، بنقطع كل زهره لوحدها بحيث انها تكون مش كبيره قوي في القلي علشان تتشرب من الخلطه اللي هنعملها وتبقى كمان كريسبي وحلوه قوي. قطعنا كل القرنبيط زي ما احنا شايفين، وبنحاول ان احنا زي ما احنا قلنا نصغر الوحدات الزهرات كلها. ببتدي بقى بجيب ميه مغليه عشان اسلق فيها كل القرنبيط اللي عندي. طبعا المية دي ممكن ان انا احط فيها رشة كمون مع رشة بابريكا، وممكن ان انا استخدم بس مية سلق عادية ما فيهاش اي حاجة، لان بعد كده هنتبل كل القرنبيط ده. وقت السلق بياخد من ربع ساعة لتلت ساعة. في الوقت ده انا بحب اجهز بقى الخلطتين اللي انا هستخدمهم. اول خلطة هيبقى فيها 2 دقيق، طبعا بتنخليه علشان برضو اي تكتل فيه اي حاجة تفك معاكي وانتي اثناء النخل. بعد كده بنضيف 1 كوباية نشا. طبعا ده جديد علينا وعلى مطبخنا ان احنا نحط النشا على الدقيق في خلطة القرنبيط، لكن ده برضو اللي بيديله الطعم الكريسبي. ببتدي اكمل برضو التتبيلة بتاعتي، بحط معلقة كمون مع معلقة شطة مع معلقة بابريكا. طبعا كل الحاجات دي بتديني طعم وتست عالي قوي. ممكن كمان معلقة بهارات لو انتي عايزة تعلي الطعم قوي، بهارات مثلا لحمة، بهارات فراخ، ممكن تحطيها في قلب التتبيلة مع رشة كزبرة ناشفة. وطبعا برضو اهم حاجة فيها البيض اللي هنحطه في التتبيلة اللي احنا بنعملها دي. انا حطيت هنا 4 بيضات. طبعا بنقلب بسيط لغاية ما بنضيف 1 كوباية مية. احنا هنا مش بنكتر في المية، يعني مج كفاية قوي عشان ما تبقاش خفيفة معايا. هاجي بعد كده بقى عندي الخضرة اللي هستخدمها، حزمة شبت، حزمة كزبرة خضرة، واقلب كل ده مع التتبيلة بتاعتي. طبعا هتزودي الكميات دي لو عندك كمية القرنبيط زادت ضعفيها على طول. كميات دي مظبوطة جدا مع كل التتبيلة، مع كل البهارات، مع كل الحاجات اللي احنا حاطينها دي، بتطلع لك خلطة ممتازة. بس بيتفضل حاجة بسيطة، ان احنا كان زمان امهاتنا بتحط كربوناتو في قلب الخلطة دي عشان تديني برضو الكريسبي بتاع الخلطة، لكن احنا هنحط بيكنج باودر هيبقى حلو قوي. ونقلبه يبقى خلاص خلصنا اول خلطة معانا. الخلطة التانية بتبقى عبارة عن ده بقى اللي هغلف بيه، 1 كوباية دقيق مع 1 كوباية نشا، واتبلهم وابهرهم برضو واسيبهم على جنب. باجي بقى بعد كده بقى بعد ما صفينا القرنبيط بتاعنا نحطه في قلب الخلطة الأولانية. زي ما احنا شايفين تقيلة وحلوة، مش خفيفة، مش بتنزل من القرنبيطة، لا ماسكة فيها وحلوة. باجي بقى رشة واحدة بس من الخليط اللي احنا قلنا عليه، اللي هو الدقيق مع النشا مع البهارات اللي عليها. ممكن احط في البهارات ديت طبعا كمون، ممكن احط رشة كزبرة ناشفة، طبعا زي ما انت عايزة. بنغلف كل الكلام ده. طبعا ممكن حد برضو يغلفه بأي حاجة، بقسماط مثلا، فيجيتار، زي ما انت عايزة. بس الدقيق معايا طلع أحلى وأجمل، لأن هنا مش عايزين نعمل 100 طبقة، هو الطبقة الأولانية ورشة خفيفة قوي من الدقيق بتديكي الشكل الحلو ده. هتحسي أكنك بتعملي يعني كنتاكي، مش بتعملي قرنبيط. وكل اللي هياكل القرنبيط ده من تحت ايديكي دلوقتي هيلاقي انه لا، ده الشكل اختلف والطعم اختلف وحاجة تانية غير القرنبيط القديم اللي كنا واخدين عليه. طبعا انت حاطة تتبيلة حلوة جدا وحاطة قرمشة فظيعة، انت عاملة طبقة و2 مع القرنبيطة، فطعمه هيبقى تحفة جدا. وهتعملي طبعا بقى جنبه ما تنسيش السلطات بتاعتك والفلفل الاخضر الحلو، وهتعملي احلى سلطة واحلى سفرة، وهيبقى فعلا هيطلبوه منك على طول بنفس الطريقة. يا ريت نوصل الفيديو ده لأكبر عدد من اللايكات عشان يستفاد منه كل الناس. وبألف هنا وشفا على قلوبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.